ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض ان شاء الله شربات الكركديه المركز. زي ما انتم شايفين طبعا احنا عملنا الثلاث ازايز دول من ربع كيلو كركديه. زي ما انتم شايفينه طلع حلو جدا جدا جدا، زي ما انتم شايفين قدامكم. والطريقه بقى ان شاء الله يلا نعملها مع بعض. ده كركديه، ربع كيلو كركديه، وده سكر ابيض، ولازم السكر يكون ابيض زي ما انتوا شايفين. دي بقى الحلة اللي انا هشتغل فيها. هنبدأ بقى نحط السكر، هنحط 6 كوبايات معيارية من دي، 6 كوبايات سكر. ولو مج الشاي يبقى 6 برضو، كوباية الشاي العادية هي دي قدها بالظبط. نحط 6 كوبايات، وبنفس الكوب المعياري هنحط المية. زي ما انتوا شايفين كده هنحط 4 كوبايات مية عليهم بنفس الكوباية. وهنا هنحط الكركديه. طبعا الكركديه انا شطفاه وكنت حطاه في المصفى من بدري قبل ما اصور الفيديو زي ما انتوا شايفين. وكده انا ولعت النار عليه. اقلبه كويس لحد السكر ما يدوب. طبعا النار تكون متوسطة في الاول. وكده بعد 10 دقايق زي ما انتوا شايفين، بعد 10 دقايق وكمان هسيبه 10 دقايق تانيين. كده بعد 10 دقايق تانيين زي ما انتوا شايفين بدأ القوام بتاعه يتقل. شايفين؟ يعني قدامه كمان 5 دقايق زي ما انتوا شايفين كده. وهنا طبعا دلوقتي هحط نص معلقة ملح ليمون، ده المادة الحافظة زي ما انتوا شايفين. وعلى فكرة اللي مش حابب يحط عادي برضو ما يحطش. وهنا بقى هنصفيه. طبعا الورق بتاع الكركديه مش هنرميه، اللي احنا لسه هنستخدمه كمان زي ما انتوا شايفين. طبعا الكركديه بقى من مشروبات رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. انا بقى هصفي القشر خالص خالص، لان هبدأ تاني اخد القشر استخدمه تاني. شايفين شربات الكركديه بقى عامل ازاي؟ وهنا هرجع القشر بتاع الكركديه تاني في الحلة زي ما انتوا شايفين، لان هستخدمه تاني. وهنا بقى هحط عليه 2 رتل مية، وهولع على النار عليه 10 دقايق بس. وعلى ما طبعا المية تغلي على النار بالكركديه، هبدأ اعبي الكركديه، شربات الكركديه قدامكم. شايفين ما شاء الله القوام بتاعه تقيل زي ما انتوا شايفين. شايفين الطبق؟ ما شاء الله طلع حلو جدا جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين هنحط اقل من ربع الكوباية الكركديه، شربات الكركديه، وهنكمل مية. شايفين ما شاء الله طلع حلو جدا 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 جدا. يا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش يا جماعه لايك وشير ودعم للقناه. وده بقى باقي الكركديه انا صفيته خالص وهسيبه يبرد. كده خلاص الكركديه مهمته انتهت.
زي ما انتوا شايفين كده. ولما يبرد هنفضيه في الازايز. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لي لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد، وتدوسوا على الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.